يا أهلا وسهلا بيكو يا حبيبات القلب ويا رفيقات الدرب. النهاردة أنا عاملة الفيديو ده عشان بس أتكلم معاكم من قلبي، علشان أشكركم بجد. إحنا وصلنا أكتر من 100 مشترك، 100 أخت 100 متابعة. حقيقي فرحانة وسعيدة، فرحانة مش بالعدد، العدد يبدو بسيط لأي حد على السوشيال ميديا، بس أنا بالنسبة لي الفكرة مش فكرة مشتركين ومتابعين، بالعكس الفكرة فكرة إن في ناس سمعوني وتأثروا بكلامي وحسوا إن كلامي ممكن يكون مفيد ليهم، فتابعوني على أمل إن شاء الله هنزل حاجات تانية هتكون مفيدة ليهم برضو بإذن الله. إحساس إن في ناس وثقت في كلامي، متخيلين إن يكون في عندي أكتر من 100 إنسان وثقوا في كلامي وقرروا إن هم يشتركوا في قناتي ويتابعوني ويسمعوا كلامي لأن هم تأثروا بيه، أو وصل لهم طاقة إيجابية، أو وصل لهم أي حلول ولو حتى لأي مشكلة بسيطة عندهم. فدي حاجة تسعدني جدا، وخاصة ان الموضوع يبدو بسيط لأي حد على السوشيال ميديا، ده عدد بسيط قوي، ايه 100 مشترك؟ بالعكس تخيلوا لو احنا في الواقع وبره السوشيال ميديا وحد عنده 100 صديق أو صديقة، هيكون إحساسه ايه؟ فأنا بشكركم انكم وثقتوا في كلامي، وحبيت النهاردة أعرفكم على نفسي، ويا ريت اتعرف عليكم انتوا كمان. فاتمنى ان انتوا كمان تعملوا لي تعليقات، تعرفوني على نفسكم، تعرفوني بتتابعوني منين، تحبوا اتكلم معاكم في ايه الحاجات اللي فادتكم اكتر في الفيديوهات بتاعتي، ايه الحاجات اللي كانت موفقة اكتر من غيرها، ايه المشكلات اللي تحبوا نتكلم عن حلول ليها. هبدأ انا واعرفكم عن نفسي. انا اسمي شيماء الاخضر، زوجة، ام ل3 اولاد، بشتغل اخصائية نفسية. لما عملت القناة دي كان الهدف منها يعني بسيط قوي. انا مريت بظروف في حياتي، مريت بمواقف، مريت بمشاكل زينا كلنا، مفيش انسان عايش يعني طول الوقت وردي كده، اكيد بنمر بمواقف كتير في حياتنا وبمشاكل وباحداث، وبنضطر نتعامل معاها. ساعات بنوفق في التعامل مع المشاكل دي، وساعات بيكون التعامل برضو مش احسن حاجة، وبنعيش التجربة وبنتعلم. فانا كان هدفي في القناة ديت ان انا انقل تجربتي في المواقف اللي مريت بيها، واقول الكلام اللي كنت اتمنى ان حد يقولهولي في المواقف دي. في كل مشكلة عديت بيها كنت بتمنى ان حد يقف جنبي واسمع الكلام ده، يمكن يكون الكلام ده متاح عند ناس تانية بس انا ما قدرتش اوصله ساعتها، فربما يكون حد في مكاني وبيمر بنفس الموقف او بنفس المشكلة او بنفس التجارب الحياتية، وان الكلام اللي انا استخلصته من تجربتي يكون مفيد ليه بإذن الله. بس فكانت نيتي بسيطة، وفرحت ان كلامي وصل لغيري، فمعنى كده ان في غيري بيمر بنفس التجارب اللي انا مريت بيها، او شاف ان كلامي مفيد بالنسبة له وقرر يشترك معايا. فدي مسؤولية، حتى لو شخص واحد بيتأثر بكلامي فدي مسؤولية. فالمسؤولية دي تخليني ان انا بعد كده مش مجرد ان انا بعمل فيديوهات كنوع من الهواية، هحاول اركز اكتر في الفيديوهات اللي جاية، هحاول اخليها اكتر فايدة، اكتر ايجابية، هحاول اركز فيها بجد وفي محتواها اكتر. يا ريت تعرفوني عن نفسكم انتوا كمان، اكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني منين، اكتبوا لي حابين اتكلم معاكم في ايه. كنت من فترة عملت قناة كان اسمها ماما اخصائية نفسية، ونشرت فيها عدد قليل من الفيديوهات، لكن كونت مشتركين بسرعة، كان فيها حوالي 500 وشوية مشترك في فترة بسيطة جدا. بس جه ربنا رزقني بالحمل الثالث، وكان حمل مش سهل خالص. بعد كده بعد الولادة مريت بظروف صعبة، جالي اكتئاب ما بعد الولادة، وطبعا الفترة دي كلها انقطعت عن القناة. بعدين انا حسيت ان انا محتاجة ارجع تاني لليوتيوب. لما قررت ارجع قررت اعمل قناة، بس قناة عبارة عن خلاصة خبرتي، المشاكل اللي مريت بيها ازاي حلتها، يكون كلام يعني طالع من قلبي ببساطة. مش أكيد طبعا هكون متأثرة بشغلي كوني أخصائية نفسية، وأكيد هيكون في معلومات، بس بحاول أوصلها بطريقة يعني بسيطة وعادية، اسلوب اخوات بيتكلموا مع بعض، اصدقاء بيتكلموا مع بعض. يا ريت يكون وصل لكم الاحساس دوت، واتمنى نكبر اكتر واكتر، وعقبال ما نبقى 100,000 مشترك ان شاء الله، ونكون مع بعض صحبة صالحة متجمعين على الخير، نكون المجتمع اللي احنا نفسنا
يعني كل واحدة فينا بيبقى نفسها يكون حواليها ناس شبهها، مجتمع بيشبهها، بيشبه أفكارها، بيشبه مشاكلها، بيشبه الحاجات اللي عايزة تعملها في حياتها، طموحاتها، أحلامها. يا رب نكون احنا مع بعض نكون المجتمع ده، نتواصل مع بعض عن طريق المنتدى مثلا، نكون مع بعض صحبة صالحة ترضي ربنا إن شاء الله. كل كلمة بنقولها تكون يعني فيها نية خير لله، إن احنا نفيد بعض، وتعاونوا على البر والتقوى بإذن الله. ويا رب كل كلمة تطلع على القناة هنا بإذن الله تكون ترضي ربنا، مفيدة ليا وليكو، وتشهد لينا مش علينا. هتلاقوني في آخر كل فيديو دايما بقولك سعادتك بإيدك، لأن هي دي أكتر حاجة اتعلمتها في حياتي الفترة اللي فاتت. كل واحدة فينا حواليها الحلو والوحش، بتمر بمواقف صعبة ومواقف حلوة، بنستفيد وبنتعلم. بس أكتر حاجة اتعلمتها في حياتي الفترة اللي فاتت إن فعلا سعادة الواحدة بإيديها. الإنسان بصفة عامة سعادته بإيده. كل واحدة تقدر تقرر إذا كانت هتقدر تكون سعيدة في حياتها ولا لأ. فهتلاقوني في ختام كل فيديو بقولك سعادتك بإيدك، وببقى قصدها لأن فعلا دي أكتر رسالة طلعت بيها في حياتي الفترة اللي فاتت. ما تستنيش سعادتك من أي حد حواليكي، لا من زوج ولا أهل ولا أولاد ولا أصدقاء. ما تستنيش سعادتك من الظروف المحيطة، ولا بشغلك، ولا بمادياتك، ولا بأي حاجة. سعادتك بإيدك انتي. مهما كانت الظروف اللي حواليكي تقدري تختاري هتكوني سعيدة ولا لأ. ما تنسوش تعملوا لي تعليقات تعرفوني على نفسكم. أنا حابة أتعرف عليكم أكتر، حابة أعرف مين اللي بيتابعني منين، حابة أعرفكم أكتر، نكون أصدقاء، نكون صحبة صالحة. وهنهي الفيديو برضو إن أنا أقول لكم زي كل مرة سعادتك بإيدك.